اسرع حلويات ما بتاخدش 10 دقايق ومن غير ولا نقطة سكر وطعمها حكاية. 5 دقايق لو نفسكم في حاجة حلوة، وهتعملوها وتاكلوها وتخلصوها في اقل من 10 دقايق. يلا نوريكم الطريقة. السلام عليكم حبايبنا في الله. معانا حوالي كوباية من البلح كده، عليها نص كوباية لبن وحطيناهم على النار لغاية ما تستوي يبقى عامل زي بيوريه كده بلح. بيوري اه يعني معجون ايه طاسة على النار هننزل ب3/4 كوباية سميد بسبوسة ودقيق بسبوسة، ونفضل نقلب فيه كده لحد ما يتحمص. وأول ما يتحمر ونوصل للون ده هننزل بمعلقة صغيرة زبدة، وأول ما يتجمع مع بعضه ويبقى شبه الرملة كده هننزل على طول عليه معجون البلح واللبن اللي احنا كنا عاملينه. هنفضل نقلب فيه لغاية ما كله يتجانس مع بعضه كده. ريحته ايه يا مؤمن؟ تحفة. وانا مش قلبته في حاجة، في مشكلة في تقلبتي مش عاجباكي يعني. وانت ايه اللي زعلك اصلا؟ ماما بقى يا ماما الفكرة دي إصابة وأنا بضربها. ايه كنت بتلعبيني ملاكمة؟ وبعد ما قلبناه كويس كده وكدنا ان هو بقى شبه العجينة شوية كده كانوا على جنب يبرد. وفي الوقت ده هو هيمتص أي سوائل وهيتحول لعجينة فعلا. هو دلوقتي عجينة خلاص بس يعني دلوقتي ينفع يتشك بس هو عشان سخن. وبعد ما تأكدنا انها بردت بحيث نقدر نمسكها كده. حاجة بسيطة وسهلة وعلى قد الإيد. بصي يا ماما اعملي وانت ساكتة بدل ما ادوس على ايدي. انت هدوس زعيم. على ايدي. هنشكلها بشكل طولي كده ومبقاش بتاع الكحك. هقول لكم على سر، ما تقولوش لماما ان انا قلت لكم اعملوها كور وخلاص، كده كده هتتلخبط في بقنا. يعني يقدموها للضيوف. لا للضيوف وبيعملوها، لو هتعملوها لنفسكم اعملوها كور. مؤمن بيرد في ايدي مش عارفه اعملها كويس. انا عارف يا ماما انك كده كده يعني مش تعرفي تعملي حاجه عشان ايدك وجعاكي وانا ايدي سليمه، فانا اللي مضطر اعمل لك. طب والله لا اعمل واحده عشان انت بارد صراحه. اهم حاجه لما ايد مامتك تتعبها اعمل لها انت بقى وخلاص بقى. طب ازاي ما اني احلى الطوليه دي شكل وده شكل. دي قمره احلى من بتاعتك دي. دي قمره. قولي. ما انا بقول لك قمره. قولي ان احلى من بتاعتك. عارفين ليه انا بتاعتي احلى من بتاعتها؟ عشان هي دي وجعها. حطت على عيني خلتني اتغذى زياده. بجد انتوا انا مش عارفه لكم خلصوا. ماما سيبيه مركز يا ماما. ركز يا مؤمن. ايوه صح. اعمل حاجه غلط. ايوه يستأصل البلحية بالغلط ولا حاجه. انا ما دقتهاش بس هي طعمها جامد. اي حاجه فيها بلح وزبده ولبن طعمها جامد. وفي نفس الوقت يا مؤمن احنا معتمدين على السكر اللي في البلح، فسعراتها الى حد ما كويسه يعني صحيه. سعرات مين اللي كويسه؟ بلح وسميد وزبده. هو لازم ياكل 10 وحدات؟ يعني قصدي بفهمك اللي هياكل واحده او بس اتنين. ما تقوليش بس سعراتها يعني. بس يعني ما فيهاش سكر يا عم. بس قصدي ليه ما تقوليش سعرات؟ هيدخل واحد في الكومنتات يقول لك سعراتها عارفه دي كام سعره. كانه اكتشف فاهمه المعلم البحثي اللي احنا ما نعرفوه. وبعد ما خلصنا النقشه بهذه الطريقه التحفه تقدروا تستخدموا بقى في التزيين، تعملوها كور وتحطوها في جوز هند، مكسرات، بسكوت، شوكولاته بيضاء، زي ما انتوا عايزين، حاجات كتير يعني. تستكفوا كده زي ما احنا عملناها خلاص تمام زي الفل. كراميل. يلا ندوق حاجه مسكره من غير سكر. ماما قادره تاكلي ولا ده بس يا حيوان. بسم الله. اللذيذ فيها انها مسكره قوي على فكره. قابلوني لو حد منكم قدر يخلص الطبق. يا جماعه اقسم بالله لكمه. انا شايف ان لو حد بيعمل دايت ونفسه في حاجه مسكره جدا يعملها وياكل له 2 مش هيكملوا 100 سعره، هتلكمه، هتخليه مش عايز ياكل حلويات طول اليوم رغم ان ما فيهاش ولا نقطه سكر. جميله تحفه. انا في رايي انها جميله جدا، لذيذه وسريعه وشكلها جميل جدا في التقديم للضيوف. انا بفضل بقى انكم ان شاء الله يعني وانتوا بتنفذوها حطوا معلقه سمنه في التحميص، ما تحمصوش الاول. يعني ما تحطوش السميد في طاسه على طول من غير ماده دهنيه. حطوا السمنه قبل ما تحمصوا. ده بيفادي حته اللسعه اللي بصوا هي فيها طعم مر سنه، ده جاي من نتيجه ان ايه كانه هيتحرق. بس هو ما اتحرقش يعني. هو الطعم هو مش طعم حرق، هو طعم تحميص خالص. بس يعني لو انتوا ما بتحبوش الطعم ده اعملوا زي ما بنقول لكم. لكن هي مش معنى كده ان هي وحشه، هي جميله جدا. ايوه لا طبعا. بس احنا بنقول لكم الافضل. ايوه اللي احنا اكتشفناه لان احنا اول مره نعملها. وجربوها هتدمنوها ودمتم سالمين. والى اللقاء في رعايه الله.